شفت مقطع حق واحدة تافهة تقول ليش تقولون مشاهير الفلس؟ ليش مو دكتور الفلس، محامي الفلس؟ أول شيء الدكتور شخص يعالج المرضى أو يعالج الناس ويهتم بصحتهم فياخذ أجر مقابل عمل، كذلك المحامي يدافع عن حقوق الناس ياخذ أجر مقابل عمل. أنتم تاخذون أجر مقابل عمل، بس شنو عملكم؟ تقصون على الناس، وظيفتكم بس أنكم تكذبون على خلق الله. المكياج، هالعطور، هالملابس، كولكشنز، زفت بعينكم، عرض، حط كود الخصم، اليوم لا يطوفكم، كله كذب. بعدين يعني الواحد لا بغى يعلق على كلمه يقراها عدل، ماكو شيء اسمه مشاهير الفلس، اقراها مليون مره. مشاهير الفلس ما تركب. الفلس، مشاهير الفلس او عبادين الدينار. ليش مشاهير الفلس؟ لان هذا واقعكم، فلس. انتم شلون الخارجي لكم انكم احفاد السلطان بروناي، الواقع زفت. مثل حطب الدامه، يودونكم هني يرقصون فيكم، يمسخون عيشتكم. حفله خاصه عند هذا، اتزوج واحد خليني 3-4 اشهر يستمتع فيني، يطلقني، اروح ما ادري شنو. هذا الواقع. ماكو يعني انا مليون مره قلت يعني انتم اللي قاعد تصورون الناس انكم مليونيريه، تلعبون بالفلوس لعب، صح؟ بس اللي قاعد تسوونه سوالف هكره هيلق. سووا لكم استقبال مكان بايفنت، كرموكم، تصعدون تنزلون انتم من عالي واحد. والله انا اتمنى ما تزعلون من الكلام، بس هذا الصدق. تقعد تصورون العالم ان كل واحد عنده بيت وشاليه وسيارات ويخت وطياره خاصه يطير فيها ومجوهرات والماسات وساعه ب100,000 وساعه ب200,000 وبزنس وشركه ومشروع. هذا ايش كان ناس عندها بزنس؟ والله مليونير اروح البس تيشيرتات اعرض حق العالم، ولا البس بدل اعرض حق خلق الله. ايش هالمليونير السفلى الواطي؟ مليونير يبي اشكالكم تلبس تعرض لي. مليونير يسوي دعايه كفر تليفون، يا جماعه هذا الكفر تحطه كذي، او هذه اللزقه تحطها ورا التليفون وتمسكها كذي وتحط بطاقتك المدنيه والليسن بحسابي 6-7 مليون اسوي كذي. تافه، انت تافه حمار. ولا جبت لكم اليوم السويت. والمشكله لما يصورون الدعايه يصورونها يعني بتصوير. حاليا عندنا المشروع الجديد هذا بنسوي، بنحط هذا طريقه استخدامه، وهذا كل هذا اسويه وانا مليونير؟ وايد فاضي، لا وايد سفله. انتم كل اللي قاعد تسوونه هذا كله مو لكم. تلبسون مجوهرات، الماسات، خاتم، مدري شنو، تقصوا على خلق الله، يقابلونكم بالتلفزيون. كم دعايتك؟ والله ما اقدر اقول، والله مليون، والله ب10,000. نعال اكفخك بنعال ويمكن تسوي دعايه بعد. بلا ما تقدروا تسيطرون على خلق الله. والله المشكله اني يعني المشكله انه شنو؟ المشكله اني اعرفكم عدل، والله اعرفكم عدل، وشايفكم بالصج، شايفكم بالصج اوطى والله يا جماعه بالصج. والله كل اللي تشوفونه كذب. انا شايفهم بالصج، قاعد معاهم. الله عليهم. الامر الاخر، يعني انا قبل كم يوم قايل الغبقه يعني يمعه ربع، يمعه صديقات، مو شايفين بعض من زمان، يتجمعون برمضان كل واحد طبق، يقعدون ياكلون سوالف وضحك وناسه وانتهى الموضوع. بعض هالمشاهير الاسفل اللي مسوي لي غبقه ورقص ومسخره، ليش يعني ليش ارقص بغبقه؟ هاي تزيدون وساخه اكثر من الوساخه اللي انتم فيها بشهر رمضان. يعني ما تستحون على روحكم؟ اي تستحون انتم يا معود. بعض هالممثلين وبعض المشاهير كل واحد كبر الحمار، كبر الاهبل، واللي عنده عيال والله ما تنقد على روحك. تحط لي تصور فيديو بتيك توك، تحط مقطع صوتي حق مقابله ولا حوار بين اثنين وتقعد تحرك شفايفك. ما تستحي؟ والله ما تستحون. شو طيحة الحظ هذه لعنة الله عليكم. يعني الواحد لما يكبر يعقل. يعني اشياء كنت اسويها وانا صغير ما اسويها وانا كبير، خصوصا بعدين يعني لما الناس يعرفوني. يعني لازم احسب حساب حق كل شيء. انتوا اي تحسبون حساب؟ انتوا من كذي الناس ما يحترمونكم بالشارع. والله ما يجونكم الا هالو، يسلمون عليكم وشو تعيشون الدور. وبعض الحريم اللي يعني اتفه منكم، ولا الناس العقال، ولا يعبرون اشكالكم، لان انتم بالنسبه لنا يعني هكره. والله اللي قاعد تسوون هاي السوالف، اللي مقاطعكم اللي تنتشر ولا غيره وغيره سوالف هكره. احنا الكويتيين ما نسوي هالسوالف. تطلع تمسخر روحك علشان بس متابعين. ويا
بعد اللي هو ويا زوجته يسوي الحركه، يصور فيديو ويحط مقطع صوتي حق اثنين وهي تتكلم وهو يتكلم. طاح حظك والله العظيم، طاح حظكم اكثر ما هو طايح، ولو ان انا متعب نفسي على الفاضي مع اشكالكم ما ينفع الكلام. والله ما تقولون عندنا عيال عيب، يعني عيالنا يشوفون عيالكم اتوقع ما يحترمونكم. ايش احترم امه وابوه بهالمنظر؟ خلاص عيب والله، عيب اللي تسوونه انت. يعني اغلب الممثلين والمشاهير اللي قاعد تسوونه يعني معلش يعني سوالف هكره وناس ما تستحي، ويعني وياها مقسول بش اسمه، ولا في ذره كرامه او احساس. ناس عايشين بس علشان متابعين ويلقطون فلوس بحب الايادي. انت الله عليكم. بعدين يعني في بعض الممثلين انت الحين لما تروحون يعني مثلا بتسوون مسرحيه، ليش يعني قبل لا تسوون المسرحيه تطلعون مقاطع راح نكسر الدنيا وراح تشوفون شيء خيالي، واخر شيء شنو؟ مطامره على المسرح وترقص ومسخره. وين الخيال بالموضوع؟ بتكسر الدنيا كذا، كسر المسرح اللي انتم فيه على راسكم. وين كسرت الدنيا؟ بس عشان نفهم ولا شيء. يعني حتى الفنانين اللي يقدمون يعني مثل مسرحيات حلوه وكوميديه ما قالوا راح تشوفون شيء يكسر الدنيا وراح نطلع بعرض خيالي. بس هالمسرحيات هذول اللي بس ترقص ومسخره، راح تشوفون شيء ما شفتوه وراح نحقق لكم واخر شيء المسرحيه شنو؟ بطيخ. والله يطلعون الشابتر زهقنا. حتى مسرحياتكم كل سنه تسوون 3-4 مسرحيات بس رقص واغاني ومسخره بس. هذه حياتكم بالدنيا. وين الفن اللي تعرفونه؟ اي فن هذا؟ الامر الاخر، انا عندي رساله يعني الى الجهه المعنيه بهذا الامر. يعني بعض هالبوثات اللي بترسيل المجمعات مالت العطور اللي على طول المجمع حاطين بوثات، تصعد فوق تلقى بوث، تدش محل مال ملابس تلقى بوث داخل، تدش حمام تلقى، زي ما تجي بيتكم تلقى بوث. خلاص يعني رحمونا. بوثات بكل مكان، محلات بكل مكان، بكل دول الخليج فاتح له افرع، بكل ايفنت يشارك. 6 دول بنفس الوقت يسوون ايفنتات مشارك فيهم. خف علينا يا اخي. يحسسونك ان الناس كانوا خايسين ما يعرفون شيء اسمه عطور. شافوا العطورات هذولا ينوا، معقوله في شيء اسمه عطر؟ دريت في شيء اسمه عطر تعطر منه وتصير ريحتك حلوه؟ انكتوا الناس عليهم بس ملينا وفتحوا افرع بكل العالم، واحنا ندري شنو الكلين شغال. خل عنك بس. خلاص رحمونا شيلوهم ضيجين علينا على الفاضي. والله خلوا الناس تطرد بهالمجمع ماخذه راحتها، بلا ما يلوعون شبك. لو سمحت ممكن تجرب، لو سمحت جرب هذا، اخذ فكره. تبي اكسر العطورات كلها خليك تحسف ومنزيل العطورات والله العظيم تلوع الشب. وانا ودي اخربط اكثر، ادري من وين تسوون عطوراتكم وكم تكلفتها وكم تبيعونها تقصها على العالم. وعطر الله بالخير. يعني انت واقف عند البوث هذا او المحل مو يعطيك ورقه بيضاء يرش فيها عطر، شم العطر، اطلع من المحل شم العطر، ماكو شيء. مو دقيقتين تنطر بعد وانت عنده. خلاص يا فكونا منهم. الامر الاخر، انا اشوف بعض المقاطع لاشخاص يطلعون يقولون داخل السور وخارج السور وتبطنها ومش عارف ايش من هالكلام. بس ما فكرت يوم من الايام اني اطلع اعلق على هالاشخاص، لا ما اهتم حق كلامهم. يعني والله بعضهم لو تقول له وين داخل السور ما يدري، بس يعني ما اهتم عادي. انا مشكلتي باللي يردون عليهم. يعني اللي يردون هو العيب فيك مو باللي قال الكلام هذا، العيب فيك انت اللي فيك النقص. حسيت انك بربع تضايقت من الكلام هذا قمت علقت عليه. اللي يطلع يقول تعرف شنو ولد بطنها، اللي يقولون احنا عيال بطنها، ولد بطنها يعني كذي داخل السور وخارج السور، احنا ترى كلنا عيال ديره واحده هذا العيب فيك مو باللي قال الكلام. ولا كان انا ما تحسس من هالكلام. داخل السور خارج السور ولد بطنها ولد مدري منو، ولا همني. انا كويتي لا من الاصيلين والشرفاء والله.
ما تحسس، اللي تحسس هو العيب فيك انت لما تطلع تعلق على هذا الكلام هو انت حاسس انك انت الا متاكد انك بربع. شكرا. وفي الختام، وهذه رساله الى بعض المشاهير الاسفل وبعض الممثلين الاسفل منهم، يعني اتمنى ياخذ الكلام بعين الاعتبار. احنا الحين مقبلين على العشر الاواخر من الشهر الفضيل، تعرف تحترم نفسك انت وياه، تعرف تصير ادمي، وتبطلون سوالفكم القذرة والمسخرة والرقص والأغاني والتهلق يا الهكرة. تعرفون ولا ما تعرفون؟ ولا لازم أمسح فيكم البلاط رايح راد؟ خلاص، شوية دم راضعين من خنازير أنت ولا شنو؟ الله عليكم. بعدين معلش، يعني بعض هالمشاهير الأسفل، أنتم ما يصير تقارنون أنفسكم لا بالدكتور ولا الضابط ولا المهندس ولا المحامي ولا المدرس، ما يصير. هذول احنا ناس نحتاج لهم بحياتنا، نحتاج الدكتور، نحتاج المحامي، نحتاج الضابط، نحتاج المهندس، نحتاج المدرس. انتم ما نحتاج لكم، لا احنا محتاج لكم ولا حتى الديره محتاجه لكم. انتم تدري من اللي يحتاج لكم؟ الكوتش وربعه ولا زبل اكثر. والله واحد بطران قاعد جلسه خاصه اتصل، واحد يبي دق على واحد من الكبوزات الدياثه يابهم، وما بي يعني اخربط، بس ما حد يحتاج لكم، وجودكم عدمه واحد ترى. والله ناس مساحين جو خوطه من العال، فما حد يحتاج لكم. فاكبر غلط انكم تقارنون انفسكم بهالاشياء. انت ما يصير تقارن نفسك بالحمار، لان الحمار نستفيد منه وانتم ما منكم فايده. تخيل، نعلت الله عليكم.